طب يا برو، عامل ايه؟ معاك عبد الله. ان شاء الله النهارده زي ما سمعت في اول فيديو كده جايب لك نسخه حرفيا نهايه مجال. تمام، نسخه فيها قطع نت، وخصوصا يعني اللي بتاعت الشير بتحول 8K، يعني حاجه من الاخر عظمه. تمام، فدلوقتي هنخش بالانترو بتاعنا وارجع لك يا برو. طب يا صاحبي، بعد ما سمعت الانترو تمام، ده دلوقتي شكل النسخة اسمر، في يعني ايه الحاجات الصفراء زي ما انت شايف قدامك دلوقتي. النسخة فتحت معانا بالشكل ايه العظمة ده. تمام، النسخة يعتبر صفراء فيها حاجات جامدة. دلوقتي هوريك انا كل الاضافات. اول حاجة تمام، دلوقتي اول حاجة هنبدأ بها الشات. شكل الشات تمام، شكل الشات مش سايف زي ما انت شايف كده. ده واحد دخل يقول لي اسمه ليزا وبوي، ما مش عارف ازاي. تمام، بس المهم هنشيل الرسائل دلوقتي زي ما انت شايف اهوت. ده شكل الشات من جوه. وعندك هنا عبد الله مودز، طبعا ده اللي بيرمي فيروسات. تمام، سند. تمام، هيفضل يرمي فيروسات اهوت. النسخة ما بتهنكش منهم ولا اي حاجة. تمام، هو بيرمي فيروسات طلقة الصراحة. تمام، وحكاية قص الفيروس ده برضو كله جوه من زراير فيروس بقى وكده. اوريلك انا ايه كل حاجة دلوقتي. يعني ممكن الفيديو يكون اخره 10 دقايق، مش هيكمل 10 دقايق ان شاء الله. تمام، بس انت لازم تسمع الفيديو عشان اوريك ايه الحاجات اللي في النسخة. تمام، ده كده اولا كده شكل الشات. عندنا تاني حاجة فوق هنا انك تقدر تضيف اكتر من اكونت في نسخة. من هنا انت تقدر تضيف اكتر من اكونت وما بتروحش، يعني ما تخافش، يعني هي ما بتروحش. تمام تمام، لان هنا اول حاجه تعمل روم. تمام، بعد كده تعمل بي سي، بعد كده تفتح ويب، بعدين هابن مسج، بعدين اعدادات. طبعا الاعدادات بتفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده، وده شكل البروفايل. في اشكال جوه اوريها لك من الاضافات اللي في النسخ. تمام، عندك ده اول حاجه الاكونت، وده الاشارات، وده الاشارات، وده التخزين، وده الاباوت. تمام، ده عندك دلوقتي اباوت النسخه. لو دوست هنا على الاخيره ديت اللي هي يوتيوب عبد الله دبليو ايه، هيدخلك على قناه اليوتيوب. تمام، دلوقتي وانت بتسمع الفيديو يا ريت تنزل تشترك عشان تقدر تعب. تمام تمام، عندنا بقى هنا بنجيب الستيت. تمام، الستيت زي ما انت شايف، يعني ما هي بتنزل الستيت بسرعه ولا بتهنج من ستيت ولا اي حاجه. وهنا عندنا اللي هي الاضافات ديت، اللي هي مثلا هتكتب عبد الله. تمام، وبعد هنا دي بقى بتغير، انت فاهم يعني، خلتها كده بتغير اللون. وديت بتجيب لك صورة انت من عندك من الاعدادات تحطها خلفية. يعني الصورة ده عايز احطها خلفية كده، بتدوس عليها وبتقوم جاية لك. تمام، وده بيكبر خط صغير وبتاع، وده بيصغر في النصوص. مثلا تكتب عبد الله. تمام، عبد الله مودز، هيجي لك هنا وتدوس فوق بقى، هو هيفضل يشكل لك في الزخرفة دي. طبعا كلنا عارفين الزخرفة دي عادية. تمام تمام، دلوقتي بقى نخش على هنا راستر النسخة كده. لو انت هتراستر النسخة. تمام، بعدين عندنا كده تاني حاجة نمبر مش متسيف. لو انت هتكلم نمبر مش متسيف ولا حاجة. ودي هنا البحث عندك فهو غير مقروءة، وتدور على الصور والفيديوز ولا لينكات ولا جي اي اف ولا ميوزك ولا ملفات ولا نمبرات ولا نمبرات مش متسيفة. تمام تمام، دلوقتي بقى تخش على اضافات عبد الله. هيجيلك بشكل المود الرايق ده. تمام، شكل اعدادات رايق، يعني الصراحة حاجة عظمة من الاخر يعني. تمام، عندنا هنا اول حاجة عبد الله مودز برايفسي، ده شكل اعدادات المود بتاعي. تمام، هنا عندك عبد الله مودز، وده الاسم اللي انت بتبقى كاتبه والاباوت بتاعك. تمام، عندنا اول حاجة بقى اضافات عبد الله. الاضافات البلس يا اسطى زي ما انت شايف كده. عندنا اول حاجه اخفاء اخر ظهور، انك تخفي اخر ظهور، بعدين اخفي علامه التوجيه اللي هي بيجيلك فورورد تاج، دي اللي هي بيبقى مكتوب عليها تم على التوجيه كده، انت فاهمها انت. تمام، دي الستيت، اخفي زر التنزيل، ودي مشاهده الستوري. طبعا دي كل الحاجات البلس اللي احنا عارفينها. تمام، لغايه الاخر يعني. تمام، انها تاني حاجة انك تعمل بصمة للنسخة. تمام، ودي اقفل النمط، فعل النمط للنسخة، ودي اقفل الشتات المؤرشفة اللي هو انت هتعمل للشتات المؤرشفة باسورد، فاهمني. تمام، ودي لما تفعل ده كده هيجيلك للسيتنج ذات نفسها باسورد، والباسورد بتاعها هيبقى الباسورد المعتاد اول ما تفعلها 4 اصفار. انت بقى تبقى ايه تغيره من انت عملت كده. تمام، وهتيجي تفعل باسورد، غير تعمل باسورد كده، تعمل مثلا 3 وحايد 4 وحايد. تمام، وهتطلع. تمام، وهتدخل تاني. تمام، تدخل تاني الاعدادات، هيطلب منك باسورد الاعدادات اللي انت حاطه. تمام تمام،
بعد كده عندنا بقى زراير الفيروس ديت، يعتبر حاجة عظمة من الآخر، ضايف لك فيها إضافات عظمة. تمام. عندنا أول حاجة كونكتات، عشان نلاقي من الكونكت قراءة الكونكتات عشان النسخة متقراش الكونكتات. تمام. دي برضو نفس النظام ده عشان ايه ال41 كونكت كلنا عارفينهم. تمام. تاني حاجة اضافات وزراير. اول حاجة عشان عدم التهنيج بنسبة 75%. تمام. ودي عشان ما تهنكش من الفيروسات، دي ما تهنكش فيروس الكول اللي هو الباك كول. ودي اي تريك من النسخة التانية اللي هي تحاول تهنجك ما تعرفش، ده عشان ما تاخدش كراش في الوجه. تمام. تالت حاجة زراير عدم التهنيج، فيروس الصور، فيروس الصوت، فيروس دعوة روم، لو فيروس اللوكيشن، فيروس الكتالوج، فيروس التكومنت، كراش الصور، فيروس الانمي. طبعا ده كلنا الحاجات دي احنا عارفينها والنسخة ضدهم ما تخافش. تاني حاجة بقى قطع النت وتهنيج اي نسخة. عندنا اول حاجة هنا قطع النت بكلمة، ديت هتقطع النت عن اي نسخة. طبعا كلنا عارفين قطع النت يعني مش محتاج شرح ولا حاجة، بس انا حبيت اضيفها في النص. تاني حاجة فيروسات الواجهة وفيروسات الايفون، دي بتشتغل ازاي؟ انا هقول لك دلوقتي. انت اول ما تفعلهم كده، تمام، اول ما تفعل الاتنين دول هتيجي تخش على اي نسخة، سيبك من الشات ده، هتيجي تخش على اي شات، هتكتب اي حرف وتك سند، هو يبعت فيروسات. يعني انت تعمل شوف تبعت اي حاجة هتلاقيه بيبعت معاك فيروسات، ما بيبعتش حاجة غير الفيروسات. تمام. تمام. دي طبعا هتفعل كل واحدة لوحدها وتخش انت ترمي بنفسك بقى وكده، انت فاهم. تمام. تقفلهم، ده حرق النسخة بمكالمة، يعني مجرد ما ترمي على اي نسخة تانية هتاخد كراش. وده هنج واجهة النسخ برضه تتم فيروسات، دي الذكاء الاصطناعي لاشكال النسخة وكده. تمام. عندي تاني حاجة اضافات وحذف ارقام، دي تعكس الرسايل لو عايز تحذف رقم وكده. ودي الشتات على الارشيف اللي هي تجيب لك صف الشتات نفس في الارشيف، انت فاهم. ده حاجة زي الشبح كده بيخلي شكل النسخة جميل. ودي تحميل الصور، دي تحميل الصور اللي هي تخلي ايه الصور تشتغل، اللي هي الصور تتحمل بسرعة اعلى، انت فاهم. ودي تشغيل ستوري مع اغاني، يعني مثلا انت لو مشغل اغنية وفتحت ستوري، الاغنية تفضل شغالة والستوري يشتغل بالصوت بتاعها برضو، انت فاهم. وديت انك تخفي الويب تكست بتاع الجي بي واتساب. تمام. تمام. دي عندك بعد كده اضافات في الشاشه، انك تفصل الرومات عن الشتات، وده عشان تفتح شتات كتيره ما تهنكش. دي اضافه اكتر من رقم في النسخه، ودي تثبت اكتر من 3 شتات لحد 30 شات. وديت لو عايز تخفي الشتات المؤرشفه في النسخه، وده اشعار الاونلاين، وده اشعار الستوري مثلا لو حد اونلاين، وده لو حد شاف الستوري، وده لو حد غير البروفايل. وديت هتقطع النت عن النسخه عشان النسخه ما تستلمش اي رسائل منك. تمام. اضافات الشتات بقى، انك تاكد قبل ما ترسل الستيكر شيل البايو من الشات، البايو بيبقى ظاهر كده تشيله. تمام. دي انك تخفي الاسم والتاريخ لما تيجي تحدد، ده حدد جزء من النص. مثلا واحد بيقول لك السلام عليكم، عاوز مثلا تاخد كوبي للسلام بس، هتعملها وهتتفعل. دي الايموجي اللي انت هتغيرها لما تاخد ضغطتين مثلا، هتعمل الايموجي ده. تمام. اول ما تضغط ضغطتين على مسج، الايموجي ده هيتعمل لوحده. عندنا بعد كده اضافات في الشاشه والكلات، دي انك تخفي الكول، ودي تخفي الفيديو. دي في الرومات بقى برضو نفس النظام، ودي نفس النظام. دي في الستات، الشتات اللي انت عامل لها ميوت، الستوري قصدي، معلش، الستوري اللي اي ستوري انت عامل له ميوت مش هيجيلك اصلا، يعني اي ستوري انت عامل له ميوت مش هيجيلك. والستوري اللي انت يعني مثلا انت شفت ستوري اهوت، اول ما تشوفه وتطلع منه هيتمسح، ما عادش هيجيلك كده. يعني مثلا اي نسخه كده، انت فاهم، عشان لو عندك ستوريات كتير ومش عايز تهنج النسخه وكده، انت فاهمني. عندنا اخر حاجه بقى الحاجات الجامده، اضافات خاصه بالشير، انك تزود عدد البي سي ل 28000، وانك تخليك دايما متصل، تبعت اكتر من 30 صوره لحد من الصوره. والحاجه الجامده بقى اللي هي بتاعت الشير، خلي النسخه تحول ل 8K. النسخه عندك هتحول ل 8K بدل 5 اشخاص بس، يعني في الاخر كده حاجه عظمه. تمام. بعد كده اعدادات الميديا، انك تبعت الصور في اعلى جوده، وفيديو اكتر من 16 ميجا، وفيديو اكتر من 30 ثانيه في الستوري، وميوزك اكتر من 16. طبعا ده عندك تركيب ملف، هتركب ملف بسرعه، وده كلين كاش طبعا كلنا عارفينه، ده نفس النظام كلين كاش. عندنا ده مركب لك جوجل في قلب النسخه. وبعدين اضافات النسخه بقى ضايف لك الخطوط زي ما انت شايف كده، 16 خط ايفون. تمام. بعد كده واجهات النسخه، دي الواجهات بتاعت النسخه لما اطلع تقوم جاي موريها لك. ودي اسطر الشتات، هنجيب مثلا التامن. وده البروفايل زي ما انا قلت لك، تمام، الشكل الرابع في البروفايل. ودي تسهيلات النسخه كده طبعا كلنا عارفينها. تمام. وعندي هنا اخر حاجه اليوتيوب وشاتي، طبعا ده قناه اليوتيوب وده شات، خش كلمنا لو احتجت اي حاجه. تمام. اول ما تطلع دلوقتي هوريك الحاجات اللي احنا ضفناها. تمام. اللي هي الواجهه، ده زي ما انت شايف الواجهه. تاني حاجه عندك اهيت شكل الشات، يعني الصراحه نسخه عظمه من الاخر. تمام. هنجيب شكل البروفايل اهوت، ده شكل البروفايل اتغير، وعندنا ده الخط اللي احنا عاملينه. تمام. ده الخط اهوت، يعني الصراحه حاجه عظمه من الاخر. النسخة ايه يا صاحبي؟ تمام. ومش بتهنكش، يعني هي حلاوتها اللي اشوف ما بتهنكش، ده الخط اللي احنا ضايفينه جديد.
تمام. والنسخة طبعا زي ما انت عارف ما بتهنكش نهائي. يعني الصراحة معلش عندي برد. تمام. الصراحة النسخة عظمة يعني بجد، يعني بجد يا ريت تقدرني بجد بجد يعني. ده حتى الصورة المصغرة تعبت فيها على ما عملتها، فمالك بالنسخة بقى. فيا ريت بس تقدرني يا صاحبي. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون الفيديو عجبك. معك عبد الله، مع السلامة.